السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل منظف للبوتاجاز، هو بديل السترس. يعني شفتي السترس بيعمل ايه؟ هنعمل ده بديل البوتاجاز، مع فرق ان هو مش هيبهدل الستانلس ستيل. ده مش للبوتاجاز بس، لكل حاجة في البيت. بس عشان كده تبدأ تعرفي تعمل ازاي، خشي معايا الفيديو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتجيبي اي حاجه تكون بس غويطه شويه، وهتحطي فيها دي معلقه ملح ليمون. وانتوا عارفين طبعا ملح الليمون في تنظيف الدهون، في تنظيف عامل، في تنشيل يعني ازاله الدهون عامل ازاي. هنحط معاه كوبايه الا ربع، نفس المقدار هتحطي بيه سائل الخل، هتحطي بيه كل السوائل. ده كوبايه الا ربع من الخل. طبعا هندوب الخل مع الملح ليمون. وبرده انتوا عارفين قوة الخل عاملة ازاي في ازالة الدهون. الخلطة دي هتغسلي بيها سيراميك، هتغسلي بيها الشفاط، هتغسلي بيها البوتاجاز، هتغسلي بيها الارضيات. اي حاجة عندك فيها اي نوع من الوساخة هتشيلها على طول. ده كلوركس الوان. برضو هنحط كوبايه الا ربع، بما اننا حطينا كوبايه الا ربع خل هنحط كوبايه الا ربع من كلوركس الالوان. ده طبعا اجباري، مفيش له بديل. وكلوركس الالوان طبعا معروفه بفوائده ومعروفه بفعاليته في تنظيف وازاله البقع واي حاجه والتصبغات الموجوده على الحيطان، على البوتاجاز، على الهدوم، على اي حاجه. كده قلبنا كويس. وهنا هنحط كلور ابيض. كلور ابيض هنحط برضو نفس الكميه، كوبايه الا ربع. وبصي اول ما نحط الكلور الابيض بصي هيعمل ايه. بصي الفوران اللي حصل والفوم اللي حصل. دي بقى قوه مش رباعيه، اسبوعيه وثمانيه ولا عشريه، القوه الهائله في تنظيف اي حاجه عندك في المطبخ. ممكن تغسلي بيها الدولاب الالموتين، تغسلي بيها التلاجة من بره ومن جوه، هتغسلي بيها كل حاجة عندك في المطبخ. تنفع تغسلي بيها الحيطان، هتنضفها لك جدا. تنفع تغسلي بيها الشفاط، تنفع تغسلي بيها كل حاجة بدون استثناء. وما تخافيش، آمنة جدا على الإيدين، ما تخافيش. أنا دلوقتي هوريكي ازاي أنا غسلت بيها البوتاجاز كتجربة قدامكم. بصوا البوتاجاز عامل ازاي. طبعا هنحط من السائل ده على كل الحوامل بتاعه البوتاجاز، وهركنها على جنب عبال ما اغسل البوتاجاز. دي حاجه جباره جدا في التنظيف. بصوا البوتاجاز كان عامل ازاي، وبعد شويه هتشوفيه عامل ازاي. احنا كده حطيناه على الحوامل وهنسيبه شويه كده عبال ما اغسل البوتاجاز. وبعدين هغسل الحوامل تحت الحنفيه. فايه هتشوفوا الفرق دلوقتي. هنا حطيت على الحوامل كلها وهنسيبهم على جنب. على ازاز البوتاجاز مسحت بيه ازاز البوتاجاز، كان تحفه. باب الفرن كان جميل جدا. الشفاط اللي فوق البوتاجاز كان فوق الرائع. يعني فعلا بديل السترس، مع فايدته ان هو احسن من ان هو ما يبهدلش الستانلس. السترس قبل كده جربته على الستانلس، بهدلهولي، عمل لي فيه زي بقع كده. بس ده اهو بعد ما غسلته دعكتيه بالليفه. وانتوا شفتوا ما كنتش بدعك دعك جامد يعني. دي كده سفنجه مبلوله بشيل بيها الصابون، وهمسحه مسح كويس. وبعدين احط عليه العيون والحوامل بعد ما اكون غسلتها كده. بصوا البوتاجاز عمل ازاي، حاجه جميله جدا، حاجه تحفه. نظافه ما بعدها نظافه. يا رب يعجبكم وينور رضاكم وينور استحسانكم. اوعوا تنسوني بقى في اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشترك، يسعدني اشتراكك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.